أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة ممكن تبان بسيطة جدا، خطة لفيديو مدته 60 ثانية. بس اللي هنكتشفه مع بعض إن ورا الخطة دي في استراتيجية كاملة وقوية جدا للتواصل وللتغيير. فيلا بينا نشوف إزاي فكرة صغيرة ممكن فعلا تكون هي اللي بتبدأ كل حاجة. الحكاية كلها بتبدأ من هنا، من الجملة دي. جملة كلنا ممكن نحس بيها، الإحساس إنك عمال تجرب وتحاول في كل اتجاه، بتدور على الطريقة الصح بس لسه مش لاقيها. دي بالظبط نقطة البداية، مرحلة البحث والتجربة. والسؤال ده مهم جدا. الإحساس ده مألوف لأن رحلة صانع المحتوى ده هي رحلتنا كلنا بشكل أو بآخر. أي حد بيحاول يوصل فكرة أو يبني جسر تواصل مع الناس مر بالمرحلة دي، مرحلة بتحس فيها إنك بتعمل مجهود كبير، بس التأثير الحقيقي لسه ناقصه حاجة. وده بياخدنا لأول فصل في القصة، رحلة البحث عن الهوية. هنا بنشوف المشكلة من جذورها، الإحساس إن الطريقة القديمة ببساطة ما كانتش جايبة نتيجة. بصوا، المقارنة دي بتلخص المشكلة كلها. على ناحية في المجهود، محتوى مرة عربي ومرة إنجليزي، جمل قصيرة، تجارب كتير ومتنوعة، يعني شغل واضح. لكن على الناحية التانية الإحساس الداخلي كان إيه؟ كان في حاجة ناقصة. هو ده بالظبط الصراع اللي بنتكلم عنه، ما بين الشغل اللي بيتعمل والإحساس اللي بيوصل، أو بالأحرى اللي مش بيوصل. وهنا بنوصل للتشخيص الدقيق للمشكلة. يعني القصة مش قصة مجهود ناقص، لا خالص. التحدي الحقيقي كان إن مفيش تواصل حقيقي بيحصل. كانت كلها أفكار ومعلومات متفرقة، بس مفيش خيط واحد بيربطهم ببعض ويوصلهم كرسالة واضحة. ومن هنا بقى بنوصل للحظة اللي قلبت الموازين كلها، لحظة الكشف، لحظة الإدراك اللي غيرت كل حاجة واكتشف فيها صانع المحتوى السلاح السري اللي كان ناقصه. هي دي الجملة، دي هي نقطة التحول المحورية، نقلة كاملة في التفكير، من مجرد محتوى عبارة عن جمل متقطعة لكيان واحد متكامل ليه روح، قصة. ده مش تغيير في الشكل، ده تغيير في الفلسفة نفسها. طيب يعني إيه قصة في السياق ده؟ التعريف هنا مش أكاديمي خالص، ده تعريف عملي جدا. القصة هنا هي أداة ليها 3 أهداف واضحة ومحددة: إن اللي بيسمعها أولاً يفهم، تانياً يحس، وتالتاً وبشكل تلقائي يفتكر. والثلاث خطوات دول هم أعمدة التأثير. الترتيب ده عبقري. لازم تبدأ بالفهم، تخاطب العقل الأول. بعد ما العقل يستوعب يجي دور القلب. لازم الفكرة تلمس المشاعر عشان الناس تحس. ولما العقل والقلب يشتغلوا سوا، المعلومة بتتحول لذكرى، بتتحفر في الذاكرة وما بتتنسيش. هي دي قوة الحكي. تمام. بعد الإدراك ده وبعد الفلسفة الجديدة دي، إزاي كل ده اترجم على أرض الواقع؟ إزاي اتحول لخطة عمل فعلية؟ دي بقى الوصفة الجديدة للتغيير. وهنا بنشوف الإعلان الواضح عن التحول، جملة حاسمة وصريحة. ده إعلان عن ميلاد هوية جديدة تماماً، هوية واثقة وعارفة هي رايحة فين، لأنها مبنية على قوة القصة. والخطة هي بالتفصيل، كل نقطة من دول هي تطبيق مباشر لفلسفة افهم حس افتكر. قصص إنجليزي بسيطة عشان الناس تفهم، بمشاعر حقيقية عشان الناس تحس، وكون إن كل فيديو قصة ليها معنى، ده بيضمن إن الناس تفتكر الرسالة الأساسية. الخطة بقت واضحة وبتخدم الهدف بشكل مباشر. دلوقتي نيجي للجزء الأخير من تحليلنا. إزاي ممكن ناخد الرحلة الشخصية دي ونطلع منها بدروس عملية للكل، نحولها لخريطة طريق يقدر أي حد يستعملها عشان يخلي رسالته أقوى؟ والجدول ده بيلخص الرحلة كلها. شوفوا النقلة من منهج التجارب المتفرقة لمنهج السرد المركز، والهدف نفسه اتغير من مجرد عمل كمية محتوى لهدف أعمق، وهو تحقيق جودة التواصل. والنتيجة النهائية إيه؟ بدل ما تكسب انتباه مؤقت، أنت بتخلق ذكرى دائمة. الفرق شاسع. ودي الخلاصة كلها. ليه القصص بتنجح؟ عشان بتدينا حاجتين مفيش غنى عنهم. أولاً الوضوح اللي العقل محتاجه عشان يفهم، وثانياً التأثير العاطفي اللي القلب محتاجه عشان يتفاعل. ولما الاتنين دول بيحصلوا مع بعض، الرسالة مش بس بتوصل، دي بتفضل عايشة. وهنا النهاية مش نهاية فعلية، لكنها إعلان عن بداية جديدة، فيها حماس وثقة في الطريق الجديد.